السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى تكونوا بخير. معاكم محمد النجار من قناة جرافيك مايند ستوديو. زي ما احنا عارفين في السلسلة دي احنا بنشرح ازاي نعمل مشهد واقعي، اعلان 3D يكون كرييتيف وننفذه بشكل مختلف كامل من الاول للاخر من A to Z على بلندر، وفي الاخر هنعمله بوست برودكشن على الفوتوشوب ان شاء الله. في الثلاث حلقات الاولانيين شرحنا الموديلنج، بعدين شرحنا الكاميرا والفرق ما بين انواع الكاميرات، وان شاء الله في الفيديو ده هنشرح مع بعض ازاي نحط اللايتنج يا شباب من اهم الاجزاء اللي موجوده معانا في اي فيجوال، سواء الفيجوال ده 3D سواء 2D، اي صوره اي حاجه اللي بيبين الفيجوال بتاعنا يكون شكله حلو هو اللايتنج. تمام، فاحنا باذن الله هنتعلم مع بعض النهارده انواع اللايتنج وازاي ينور السين بتاعنا. فاحنا عندنا في الاول انواع اللايتنج، حاجه اسمها الفيل لايتنج، والفيل لايتنج ده هو المود العام تمام بتاع السين بتاعي، يعني نهار صبح ليل. تمام، طبعا ممكن يكون لون ازرق او احمر او غيره. تاني حاجه عندنا حاجه اسمها الكي لايت. الكي لايت ده هو لايت اللي انا بشوفه، يعني اول ما ببص على الصوره بتاعتي بشوف الكي لايت ده واخد اكبر حيز من الفيجوال. هنا مثلا في الفيجوال بتاعنا ده عندنا ايه الكي لايت؟ الكي لايت بتاعنا هنا اللون الاصفر بتاع الغرفه، النور الاصفر بتاع الغرفه هو ده الكي لايت. تمام، اما الفيل لايت ده فهو النور الازرق اللي هو في السين كله من بره. يعني لو جينا خفينا مثلا هنا لايتنج كده، انواع اللايتنج اللي مختلفه، هنلاقي عندنا ان اللايت بتاعنا اول حاجه الفيل لايت اللي هو المود العام الليلي اللي بره، اللي هو عملت له شباك لونه ازرق كده بسيط، تمام، يديني احساس ان احنا بالليل. وبعدين عملت الكي لايت اللي هو اللون الاصفر بتاع الغرفه نفسه. بعد كده عندنا ثالث نوع وهو ايه؟ الريم لايت. تمام، والريم لايت يا شباب هو النور اللي موجه على الاوبجكت بتاعي. يعني عندنا مثلا هنا اللي على الاوبجكت لونه اصفر، عملته ليه لونه اصفر؟ لان انا عامل في الباك جراوند ورا لايت لونه اصفر، فعملت الريم لايت بتاعي لونه هنا اصفر على البرودكت بتاعي. طب ايه اللايت بقى اللي انا ضفته ورا ده؟ اسمه ايه؟ اسمه بونص لايت. ايه البونص لايت؟ هو ضوء انا شايف تاثيره عندي في السين بس مش باين مصدره. تمام، ببساطه يبقى البونص لايت هو اللايت اللي موجود عندي في السين بس انا مش شايف مصدره. يعني هنا مثلا انا عندي لون اصفر ورا، تمام، اهو اللون الاصفر ده، بس هو هتلاقي مثلا هنا اباجوره، كأن هنا في اباجوره صفرا في السين عندي شغاله وعامله ريفلكت لايت على الاجزاء دي، مديه لون اصفر وكانها راميه ريم لايت على البرودكت بتاعي. ممكن طبعا ازود ريم لايت اكتر من واحد او بونص لايت اكتر من واحد، زي ما انا هنا مثلا عملت لون بونص لايت ازرق تاني، كأن الاوضه فيها لون ازرق، كأن في لمبه زرقاء شغاله برده في الاوضه، وهنا في غير النور بتاع الشباك. طيب اول حاجه عايزين نعملها عشان نبني بقى مع بعض اللايت بتاع السين، بمسح كده، مسحت كل اللايتس اللي هنا، وهاجي هنا اشيل برده الماتيريال دي كده. انا عندي هنا السين كله مظلم زي ما احنا شايفين. باجي هنا عند الورلد بتبقى هنا واخد مثلا القوه بتاعته بتبقى واحد، انا بخليها صفر عشان ابني انا اللايتنج بتاعي. فاول حاجه هنعملها وهي اول خطوه ان احنا نحط الفيل لايت بتاعنا. تمام، الفيل لايت بيبقى ديفيوز شويه. يعني ايه ديفيوز؟ يعني ايه الشادو اللي هيعمله اللايت ده مش هيبقى شارب، هيبقى شادو بلور خالص. فانا هاجي هنا عشان هو يبقى جاي من الشباك، انزل كده احطه ناحيه الشباك، تمام، وازود القوه بتاعته. تمام، اخلي اللون بتاعه ازرق. انا عايز ادي السين كله اللون الازرق ده سنه بسيطه عشان بعد كده الانوار التانية. تمام كده انا عملت الفيل لايت بتاعي. دلوقتي عايز اعمل الكي لايت. الكي لايت هنا مصدره ايه في السين بتاعنا؟ مصدره الاباجوره دي. تمام، مصدره الاباجوره دي. فاحنا هننزل لمبه كده لان دي اباجوره، فهننزل لمبه بمنتهى البساطه، وهنروح جايين هنا كده برضو مخليه ديفيوز كده شويه، ومديه اللون الايه برضو الاصفر.
طيب دلوقتي ليه يا شباب انا بعمل الحاجات دي ساتوريتد كده؟ مش بعملها يعني مش بدي اللايت اصفر تمام، او مش بدي الفيل لايت لون ازرق مره واحده، لان انا لسه الاوبجكت دي هيتحط لها ماتيريال والسين كله هينور، فهيبقى الالوان كلها ضاربه، فاحنا بندي سنه بسيطه لون دي، يعني دي ساتوريتد كده يا دوبك ان هو يبان ان هو لونه ايه، اصفر بس. بعدين هعمل الريم لايت ورا البرودكت بتاعي كده تمام. كده انا عملت الريم لايت بتاعي، بس زي ما احنا شايفين لقيت اللمبه اللي انا حطيتها، الاريا اللي انا حطيتها عملت نور على الارضيه. طب انا عايز اعمل ريم لايت على البرودكت ده بس، فهاجي هنا عند شيدنج لايت جروبنج، اعمل بلس نيو تمام، واشد الايه البرودكت بتاعي بالروم جوه، عشان اللي هو يعمل لي الاضاءه تبقى على البرودكت ده بس، ما يبقاش كمان عامل ريفليكت على الترابيزه زي ما احنا كنا شايفين تمام. كده الريم لايت بتاعي. طيب انا عندي زي ما قلنا الريم لايت الاصفر تمام، وهعمل البونص لايت بتاعنا اللي احنا مش عارفين، اللي هو مش هيبان في السين بتاعنا مصدره ايه. هاجي اديله ارجعه كده عشان يبقى باين ان هو قريب من المكتب. احنا بنعمل سين واقعي، فعايزين كل حاجه تكون مرتبه فعلا كانها حقيقيه تمام. هاجي هنا ادي اللون الاصفر ده وهزود القوه بتاعته. طيب وهنا الفيل لايت بتاعي انا نورت هنا الشباك، فاديته ماتيريال وهزود النور بتاعها واديلها اللون الازرق بتاع الفيل لايت بتاعنا. هقلل بس كده وهزود الساتوريتد هنا وعادي كده. انا عملت، عايز ازود القوه شويه هنا، وهعمل اريا كمان، هعمل لون ازرق كانه هو بقى النور، يعني بونص لايت تاني كان النور الاوضه ازرق اكتر، فهزود كده. طيب دلوقتي انا زي ما انتم شايفين منور الباك جراوند، اتنورت معايا كويس. عملت البونص لايت الاصفر وبعدين اديت النور الازرق ده شويه تمام، ونورت الريم لايت. عايزين بقى ننور البرودكت نفسه. طيب فانا هاجي هنا اعمل ده دوبليكيت واروح ريفلكت كده 180 درجه، وهخليه بزاويه كده. اديله سنه صغيره ازرق تديله ناحيه سنه الليل تمام. طيب هنا اللون بتاعي الاصفر مش باين قوي، فانا يعني هزود الساتوريشن شويه، اخلي الاضاءه اصفر اكتر تمام. وعندي هنا البرودكت ده برضو غامق قوي، فهديله ريم لايت عليه ازرق. لو لاحظتوا هتلاقوا كل اريا انا بنزلها بدلها يعني زاويه شويه، مش بخلي النور فرونت كده على البرودكت. ليه؟ لان لما باجي ادي اللايت بزاويه 45 درجه بيديني تاثير الثلاثي الابعاد، الاوبجكت بتاعي بيبان ثلاثي الابعاد شويه تمام، فطبعا بيبقى احسن من الفرونت اللي هو الممل ده. هنا برضو هاجي اخلي اعمل لايت لينكينج، وهاجي على امسك التشير بتاعنا ده واحطه هنا عشان اللايت دي يكون الريم لايت ده يكون على التشير ده بس، واعديله اللون الازرق تمام. وعايز اعمل ريم لايت برضو على الترابيزه هنا، فهروح عامل كده خليه كده على الترابيزه تمام. طبعا عديله هنا اللون الازرق عشان هو جاي من الشباك، وهنا نفس النظام، بس طبعا هنا ال هيبقى اقل شويه، يعني هو ديفيوزد مع نفسه اصلا من هنا. لما جيت نقلته من هنا لهنا هو ذات نفسه القوه بتاعته قلت شويه، عشان طبعا المجال هنا غير المجال هنا. طيب عندنا برضو الحته بتاعت الريم لايت دي،
عايز ارمي ريم لايت هنا على الغطا بتاعها. تمام. طيب ممكن ازود كده عشان حاسس ان الشادو هنا، يعني بصوا الشادو هنا كده حاسس ان هو تقيل جدا، فهنزوده كده شويه. وهقلل برضو، هديله زاويه كده شويه، وهبعده. تمام. بس كده يبقى احنا ضفنا الانوار بتاعتنا على السين بتاعنا، واتعرفنا على انواع اللايتنج. قلنا الفيل لايت والكي لايت والبونص لايت والريم لايت. قلنا الكي لايت اللي هو النور الاساسي اللي انا بخلي الفوكس عليه. انا عايز اللي بيتفرج او اللي بيشوف الفيجوال بتاعي باصص على حته معينه في الفيجوال، بخلي الكي لايت بتاعي بلون مختلف على الاوبجكت ده. وبعمل الفيل لايت اللي هو المود العام قلنا، والبونص لايت هو النور اللي احنا شايفينه في الفيجوال بس مش عارفين مصدره ايه. والريم لايت اللي هو بندي بيه حواف البرودكت كده عشان يبان معانا سواء ده برودكت منتج او شخصيه او اي حاجه. نفس انواع الاضاءه دي ونفس الكونسيبت ده بيتطبق في كل حاجه يا شباب، بيتطبق في سواء افلام الانيميشن 3 دي او الفيجوالز 2 دي الكرييتيف ادز او كمان البرودكت. اتمنى يكون الفيديو النهارده عجبكم. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، سبسكرايب للقناه، وهتنزل تحت في الديسكربشن هتلاقي كل الفيديوهات بتاعه الحلقات اللي فاتت. اشوفكم الحلقه الجايه. شكرا.